في كل مشهد للحرب أو السلام، الإبل حاضرة دائمة، فهي ركائب القوة والإباء وسفن الجمال والبهاء. وقد كانت أجمل لحظات الملك عبد العزيز وأمتعها حين تعرض أمامه، وهو الخبير بتفاصيلها والعارف بمواصفاتها وأنواعها، سواء كانت رعايا مال أو مطايا في جيش المؤسس. الملك عبد العزيز رحمة الله عليه بعد انتهاء كل معركة يستعرض جيشه، سواء الفرسان أو يعني من هم على الإبل، ويستأنس لهذا، ويقيم أيضا العرضات في المناسبة هذه في كل مناسبة. وكان يستمتع جدا برؤية الإبل وهو يستعرضها. ومن هنا تقول أنه كان يعرف الإبل ذات المواصفات الخاصة، فيسأل ويش هذا المنهيلة هذه، وش يعني أي سلالة تتبع. فتعرف البادية وكذا كرماء، فإذا رأوا الملك له رغبة في شاف شيء أعجبه أنه يهدونها له، ومع أنه هو اللي دائما هو بالهدايا لكل هالعالم يعني. فالملك عبد العزيز حتى في قضية الإبل استثمرها للمحاربين، استثمرها لنقل المؤن، استثمرها أيضا في مقاطعة الخصوم، يعني ما حد ينقل عليها أي مؤنة لخصم. حتى بعد انتهاء معارك التوحيد وتأسيس المملكة، احتفظت الإبل بأهميتها ومكانتها، وتسبب الصراع على المراعي والتنافس حول المراتع في أحداث مؤسفة بين القبائل. فكيف تعامل الملك المؤسس؟ وما الذي فعله للحد من الخلافات وضمان استتباب الأمن؟ كانت خلافات بين القبائل على موارد المياه وعلى المساحات الواسعة للرعي. فكان بعض القبائل تجور على جارتها من القبائل، وبعض القبائل اللي يجار عليها ايش يسوون؟ يحتجزون إبل يعني المنسوبة أو اللي يملكها واحد من القبائل الأخرى، فيحتجزونها وتصير في مشاكل وتؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. الملك عبد العزيز وضع قانون جدا جميل في رسائل، أنا شفت رسائل جدا جميلة، أنه وضع أنه ما من حق، يعني صحيح يقول لك كذا، في منطقة محمية بحدود معينة لأشخاص معينين، جاءت إبل من قبيلة ثانية وعدت عليهم وضرت في مزارعهم، لا، هذا على جزاء، ولكن اللي يجازيه الدولة، ما يجازيه صاحب الكذا. أمور يعني الرعي، يعني أيضا هو صاحب مشروع. بعد ما استقرت المملكة واستقرت الأوضاع، قال الناس سواسية في الماء والكلى وأيضا النار، يعني عملية أنك تروح تحتطب كذا وكذا، ولكن وضع لها شروط. حتى كمان اهتمام بالبيئة، هالوثيقة هذه تعطيك اهتمام كبير جدا الملك بحكاية البيئة، أن ما تجوروا على البيئة في أوقات معينة ولا كذا. لأن الخير واجد بالنسبة للأرض، الأرض طيبة هاك الوقت، القشوع واجد والخير واجد، يعني منين ما وجهوا الأرض صالحة للحلاء. يعني الصحراء هالجزيرة هذه واسعة، ما يحتاجون انهم يروحون بعيد، يعني اللي صاك المواقع اللي صاكة على الرياض هذه كلها مراتع. الخفس افضل المراتع كان في هاك الوقت بالنسبة لأهالي الرياض، من افضل الاماكن بالنسبة لأهل الرياض. هاليوم انهم
حولوا على الدهنة، حولوا على الصمان، سندوا النجد، أشمل وشمال للشمال، يعني ما فيه مكان ما يجونه. طبعا هي أكثر شيء كانت ترد على بنبان هذا بقرب الرياض، على أساس قرب قلبان بنبان قربها من الرياض، ومراعيها في الدهنة وفي الصمان، وكانت الصافة مورد، وكان أكثر مقايضها عليها على الصافة. الصافة فيها عدة قلبان موجودة فيها، وموجودة القلبانة اللي في الصافة إلى الآن موجودة. وكان الدبش يقيض عليها، وكان برضه يقيض على القرعة، يقيض على الهابة، على الطوال مطير. بعد ما راح الدبش صار على بن شبلان، قيض بن شبلان تقريبا 2 على الصافة، ثم بعدين انتقل إلى خبيرة. خبيرة قريبة من الصافة، خبيرة فيها أظن قليبين، خبيرة والرمادة اسمها، وصار أكثر مقيض الدبش على خبيرة والرمادة اللي فيها هجرة الآن، هجرة موجودة لبن شبلان، لعيال فيصل بن شبلان الله يرحمه. ولكن هي رعايا تنقل في ما بين الأيام، منها قربت عند الرياض، صارت مواردها على رملان وعلى بنبان وفي العرمة هذه على الخفس. هي أفضل المواقع اللي قريبة، تعتبر قريبة من الرياض، وكان أكثر تواجدها في المناطق هذه، على الشوكي، على الدهنة، على الصمان. الاهتمام بالإبل سواء كانت رعايا مال أو هجن في جيش المؤسس بلغ مدى بعيدا، فكان الملك عبد العزيز سريع التجاوب مع طلبات أهل الإبل، كما خصص أوقاتا محددة لمشاركته الشخصية في رعايتها والعناية بها. ذكر أحد الرحالة اللي جاء الرياض عاش فيها فترة، يقول أن الملك عبد العزيز له وقت معين في السنة يقوم بطلاء الإبل، يطلون تعرف بالقطران والأشياء. فيقول أن حضرت أنا معه، يقول حضرت هذا الموسم هذا العجيب، وهو بنفسه يطلع مع قومه مع ربعه، يطلع الإبل، يطلع كذا من ايش، ويقول مستمتع بهذا العمل. فهذه من الأشياء أيضا الجميلة عن الملك عبد العزيز واهتمامه بالإبل إلى هذه الدرجة. كانوا من حرصهم على الإبل، كانوا دائما يطلبون علاجات، يطلبونها يرسلون للملك عبد العزيز، نحن نحتاج كذا ونحتاج كذا ونحتاج كذا. حتى من ضمنها يعني تخيل البساطة اللي في هاك الوقت، انهم يطلبون الدهن، يسمونه دهن، يطلبون دهن، ويطلبون النورة يطلبون بها الجرب هاك الوقت، ويعالجون بها، ويطلبون الأشياء هذه يطلبونها من الملك مباشرة. حظي الرجال المشاركون في مسيرة التوحيد وجنود جيش المؤسس الأوفياء بمكانة رفيعة، وضرب الملك عبد العزيز المثل في الوفاء والاحتفاء بهم، فكان يسعد بلقائهم سعادة الأب بأبنائه، وأمر ببناء قصر خاص لضيافتهم وأسرهم،
وشمل كرمه الإبل والمطايا. كان البادية لهم موسم سنوي يأتون إلى الرياض لتجديد البيعة وللحصول على عطيات الملك. كلهم يعتبرون أنهم أبناء لهذا الملك الذي مصدر رزقهم مصدر هذا، وحاربوا معه ويحارب معهم وكذا، فيأتون إلى الرياض في الموسم هذا. ذكرت بعض المصادر أن في وادي البطحة هذا، وادي البطحة الآن هذا، أن كان تجمع فيها أحيانا حسب ما قال فلبي في كتابه في الرياض كما رأيتها، العرب يبالغون في الأعداد أحيانا، يقول لك أن في هالمناطق هذه على الوادي البطحة وخارج البطحة وخارج كذا القبائل يتجمعوا، أنهم يتجمعون من كل قبيلة 150 160 200 واحد، فتصور ذولا كلهم يجون على إبل، في عطلون إبلهم هذا يبركونها في المبارك هذه. يقول أنها تتحول هذه المنطقة هذه إلى لوحة من الإبل، الأبيض مع الأسود مع الأحمر مع الأصفر إلى آخره. وكان في بداية الأمر يستأنس أنه يجون ويضيفهم، بنى قصر ثليم، قصر كبير جدا ضيافة البادية. وحتى يقولوا هذا الرجل هذا يقول أنه ما يكتفون أبناء القبائل، يأتون بأنفسهم المحاربين، أحيانا يجوا بنسوانهم وبعيالهم معهم. فيقولوا أنهم يعني قصر ثليم هذا كان يغذي هؤلاء بالآلاف، وذولا يأخذون أحيانا الرجال يأخذون نصيب لأولادهم وأرجالهم، لأنهم ينصب بعضهم ينصبون خيم وينصبون كذا. هذا الإبل كيف كانوا وسيلة مواصلاتهم. وامتدادا لمواقف التقدير والامتنان من الملك عبد العزيز لرجاله والمسؤولين عن جيش المؤسس، قربهم منه في الوجدان وزادهم قربا في المكان. الملك الله يرحمه ويرحم أموات المسلمين أشار على شويش أنه يشتري له نخل بقرب نخل الملك عبد العزيز، فاشترى شويش وعانه الله ثم الملك عبد العزيز على أنه يشتري له النخل هذا. فهو عدة نخيل، قال له اشتري لك نخل في الوادي بقرب نخل الباطن. فكان قصر الملك عبد العزيز يعتبر المصيف للملك عبد العزيز، خروجه من الرياض في الصيف إلى البساتين، هذه كلها بساتين اللي هي على الوادي، على وادي حنيفة. فكان يعتبر القصر البديعة ونخل البديعة أو الباطن بالأصح يعتبر مصيف الملك عبد العزيز في الرياض، لأنه يخرج من الرياض للوادي للباطن. قلة الموارد المتاحة وضعف الإمكانات المادية لم تقف دون سخاء الملك عبد العزيز وعطاءاته الجزيلة، حتى أثناء انشغاله بحروب التأسيس. وحين استقر له الحكم ودانت له الأمور تضاعف هذا الجود والعطاء، فكان الجميع شركاء في المنح الملكية التي كانت تصلهم في كل الأوقات والظروف. كان فيه إبل للملك عبد العزيز منايح يقولون لها المسح. المسح هي الإبل اللي يمسحونها بدون ولدها، انه يرضعها ولدها علشان تدر، يجيها راعيها ويمسحها وتدر، يقولوا لها المسح. فكانت منها في الوادي هنا يجي حوالي يمكن 40 أو 50، وإذا جاء العصر طلع الملك عبد العزيز من الرياض وجلس في ظلال العصر، ظلال قصر الباطن، وجيبت المسح عنده وحلبوها وتجمعوا عندها السعود وتجمعوا عندها شيوخ القبائل وتجمعت عندها الناس كلها في قصر البديعة، وتطلع تسرح في الوادي في بطن وادي حنيفة لين تعدى لبن، شعيب لبن، وإلى تقريبا المهدية، وإلى الآن موجودة في وقتنا الحاضر. ما كان فيه يعني في المنطقة في الوادي هنا غير الإبل الملك عبد العزيز المسح، لأن أنت الآن في وسط الوادي، وادي حنيفة، منطقة حاضرة، منطقة فلاليح، نخيل، كلها نخيل،
لأهل المنطقة، لأهل الوادي، وادي حنيفة. الوادي عليه نخيل آل سعود، أكثرها نخيل آل سعود كلها. نخل الملك عبد العزيز، نخل الملك سعود، نخل الملك فيصل، نخل الملك عبد الله، أم الملك عبد الله، والدة الملك عبد الله هنا. كلها نخيل آل سعود، كلهم موجودة نخيلهم على شر الوادي لين تصل الدرعية. من الدرعية لين تصل تقريبا قصر الأمير سلطان في العزيزية، يعتبر اسمها العزيزية اللي في نهاية سلطانة. وانت في شابك في نخيل آل سعود كله. قبل ما كان فيها ارتوازات هنا، كانت آبار قلبان تشرب عليها النخيل، يعني كانوا يسنون على سواني ويسقون النخيل هذه على بسواني. هذه شوف اللي من البير تقريبا يسمونها المنحاه، المناحي. كانوا العرب قبل بالنسبة لأهل الوادي، وادي حنيفة، نخيلهم كانت يمكن قليب واحدة تسقي لها نخلين أو 3 نخيل، تطلع من النخل المجاور من شمال والنخل المجاور من جنوب، تطلع سواقي تسقي نخيل العرب كلهم. النخل والإبل رمزان للجود والعطاء، ولا عجب أن يهتم بهما الملك عبد العزيز ويورث هذا الاهتمام لأبنائه من بعده. ولكن للإبل مكانة خاصة، فهي ركائب التأسيس. الإبل أهم وسيلة من وسائل توحيد المملكة العربية السعودية، وهذا سر اهتمام الملك عبد العزيز رحمة الله عليه بالإبل، وهذا سر الآن اهتمام سمو ولي العهد الملك سلمان الله يحفظه بتوجيهات الملك سلمان بأن يوجد مركز للإبل، يعني أو مهرجان دولي للإبل. الاهتمام بالإبل ومطايا جيش المؤسس يزداد يوما بعد يوم، فالإبل عز لأهلها وهوية راسخة للمملكة يعتز بها السعوديون على مر الزمان.